السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنتكلم او هنتعرف عن الانستنس والانونيمس اوبجكت. طيب، في البداية خالص خليني اعمل اوبجكت وليكن من كلاس اللي اسمه دوج. تمام، ده بالنسبة لي اوبجكت من مين؟ من الدوج. جميل. خلي بالك ده على بعضه اسمه اوبجكت، او الدي واحد اوبجكت من مين؟ من الدوج، صح؟ خلي بالك الاوبجكت والانستنس مفيش فرق بينهم، مفيش فرق، هما واحد. الانستنس هو الاوبجكت. بمعنى، يعني انا لما اجي اقول لك البي واحد او الدي واحد ده انستنس من مين؟ تقول لي من الدوج. خلي بالك انا بقول لك الدي واحد انستنس من مين؟ من الدوج. زي ما بقول لك مثلا الدي واحد ده اوبجكت من مين؟ من الدوج. يبقى خلي بالك ان الانستنس هو الاوبجكت، نفس الاوبجكت. ولكن انا لما اقول الدي واحد انستنس من مين، ده كأني بقول ان الدي واحد واخد اوبجكت من مين؟ احنا عندنا هنا مين؟ الدوج. يبقى ده بالنسبه لي مين؟ الانستنس. طيب، عندك حاجه تانية اسمها الانونيمس اوبجكت، ولكن حابب اسالك سؤال الاول، والاجابه بتاعته هتكون فين؟ في الانونيمس اوبجكت. السؤال بيقول: هل لازم كل اوبجكت يكون بيتخزن في متغير؟ يعني ده اوبجكت، صح، متخزن في متغير اسمه ايه؟ بي واحد. طب لو عملت برضو اوبجكت تاني وليكن هعمل بي 2 ايكوال مين؟ الدوج. معنى سؤالي ان هل ينفع او هل لازم ان كل مره اعمل اوبجكت من الدوج اعمله في متغير؟ يجي يقول لك هنا لا، مش لازم. ليه؟ لان انت عندك حاجه اسمها الانونيمس اوبجكت. يعني الانونيمس اوبجكت يعني الانونيمس اوبجكت بيكون بالشكل ده. مثلا وليكن انت عندك كلاس اسمه انيمال، صح؟ جميل. تاخد عندك مثلا هنعمل لستة من مين؟ من الانيمالز. تمام، اسمها انيمال ايكوال، وليكن عندي كات وعندي دوج وعندي مثلا لاين. جميل، جميل جدا. طيب تعال نشوف المشكلة ده ايه. اه، ليست دي ليست. جميل يا شباب. خلي بالك اللي انت عملت دلوقتي هو الانونيمس اوبجكت. ازاي انونيمس اوبجكت؟ خلي بالك انت لما خلت اوبجكت من الكات، هل انت جيت قلت ان السي واحد ايكوال كات؟ لا. طب هل لما انت جيت خدت اوبجكت من الدوج، هل جيت قلت له مثلا دي واحد زي ما احنا عاملين هنا ايكوال دوج؟ لا. طب هل لما جيت خدت اوبجكت من اللاين قلت له طيب الدي واحد بتساوي دوج، ال واحد بتساوي لاين؟ لا. يبقى خلي بالك الانونيمس اوبجكت معناها ان انت بتعمل اوبجكت بدون متغير. طب هتيجي تقول لي طيب ما هو المتغير ده انا بعمله علشان اوصل لمين؟ للاوبجكت ده بعدين. اقول لك تمام، انا هنا بقى هوصل له ازاي؟ هنا خلي بالك انت هتوصل له عن طريق الليست، من خلال الاندكس بتاعها. وصلت يا شباب؟ يبقى انا بالنسبه لي الانونيمس اوبجكت ان اقدر انشئ اوبجكت بدون ما يكون محطوط في متغير، بدون ما اقول اسم المتغير كذا ايكوال الاوبجكت. طيب انا بعمل، هتقول لي طب انا بعمل الحاجه دي عشان اقدر اوصل للاوبجكت ده بعدين. طيب انا هقدر اوصل له ازاي؟ هقول لك ما انت هتيجي مثلا هتحطه في ليست، هتقدر توصل لمين؟ للمتغير او الاوبجكت ده عن طريق الليست، الاندكس بتاعه اوف 0 اوف 1 اوف 2 اوف 3 وهكذا. وصلت يا شباب؟ يبقى ده بالنسبه لي مين؟ ده بالنسبه لي الانونيمس اوبجكت.
عرفنا الفرق بينه وبين الانستنس، وقلنا ان الانستنس ده اصلا هو ايه، هو الاوبجكت ولكن لفظ. انا واخد اوبجكت من مين؟ الدي واحد دي واخدها من مين؟ من الدوج. طيب زيها زي كانك بقول لك الدي واحد انستنس من مين؟ هتقول لي برضه من مين؟ من الدوج. تمام يا شباب، استنوكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.